السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ كل سنة وانتم طيبين وبخير يا رب. بمناسبة عيد الفطر هنعمل مع بعض الجوانتي اللطيف دوت، يمشي سهرة، ممكن لون اسود يبقى شيك قوي، سهل جدا في خطواته. يلا بينا نبدأ. انا هستخدم معاكم خيط اليس ديفا ستوك، فتلة رفيعة، وفي نسبة قطن، وابرة مقاس 3.5. تمام، لان انا عايزة الغرزة واسعة. اول حاجة هنعمل عقدة البداية، وهنعمل عدد من السلاسل. تقدري شغالة كده سلاسل لحد ما السلاسل ديت تقفل على صوابعنا. هوريكم ازاي دلوقتي. هنقدر كده نعمل سلاسل حلوة قوي قوي على الفساتين. المهم ان هو سهل تعمليه وانتي قاعدة. انا هنا اشتغلت عدد من السلاسل. بصوا، يقفل على الصوابع كده الجزء ده، اي مقاس بقى انت عايزاه، المهم يقفل على الصوابع. تمام، مرتاح يعني، متكونش برضو ضيقة. هنعدل بقى وش السلاسل بتاعتنا، مهم قوي، وهنقفلها بمنزلقة عشان تبقى دايرة. ماشي، هندخل كده في السلسلة ونسحب منها الخيط ومن على الإبرة. تمام، يبقى ده بالنسبة لأخد المقاس لأي حد. هترتفعي سلسلة بقى، ونبدأ نشتغل غرز حشو على كل السلاسل اللي احنا عملناها. طبعا غرزة الحشو سهلة، بندخل في قلب السلسلة وبنسحب الخيط. بيبقى معانا حلقتين بنطلع منهم، دي اسمها غرزة الحشو. ماشي، زمان كانوا بيقولوا عليها غرزة السقطة. يبقى هنعمل السلاسل كلها بغرزة الايه، الحشو. تمام، يبقى اول سطر معانا عبارة عن غرز حشو، نخلصها لحد الاخر وارجع لكم. هنبدأ نقفل في اول غرزة حشو معانا. هندخل في اول غرزة تحت حرف الفي، تحت السلسلتين والحلقتين سوري، ونقفل بايه، بغرزة منزلقة. برضو نسحب الخيط منها ومن على الابرة. تمام، هنبدأ بقى نرتفع 5 سلاسل، 1 2 3 4 5، ونفوت 3 اهو، 3 غرز من تحت، 1 2 3، وندخل في التالتة نعمل ايه، غرزة منزلقة، ونرتفع تاني 1 2 3 4 5 سلاسل، ونسيب من تحت كام، 1 2، في التالتة ندخل ونعمل منزلقة، ونرجع نرتفع 5 سلاسل برضو، ونسيب غرزتين من تحت، وفي التالتة ندخل نعمل منزلقة. يبقى ده السطر التاني كله عبارة عن ايه، 5 سلاسل وبنسيب غرزتين من تحت وندخل في التالتة ونعمل منزلقة. تمام، اخلص لحد الاخر وارجع لكم. هقفل السطر ازاي، ارتفعت 5 سلاسل اهو، هاجي في اول فراغ اتكون عندي وادخل فيه واعمل منزلقة. خلاص، وارجع ارتفع تاني 5 سلاسل، وادخل في الفراغ اللي بعده واعمل منزلقة. سهل جدا. وارتفع تاني 5 سلاسل، وادخل في الفراغ اللي بعده واعمل منزلقة. ماشي، احنا هنفضل نرتفع كده لحد ما نيجي نعمل ايه، فتحة الصبع الكبير اهو. بصوا، اول ما نوصل هنا كده عند الصبع الكبير نبدأ نعمل ايه، الفتحة بتاعته. هنعملها ازاي، بصوا معايا.
هنرتفع 15 بقى سلسلة، مش 5، لا 15 سلسلة. ونقفلها عادي بمنزلقة في الفراغ اللي بعدها على طول، ونرتفع 5 سلاسل. بصوا كونا فراغ الصوبع اهو، 5 سلاسل، ونكمل زي ما كنا ماشيين. نيجي في الفراغ ونقفل بمنزلقة، ونرتفع تاني 5 سلاسل، ونيجي في الفراغ ونقفل بمنزلقة، وهكذا لحد ما نوصل لفتحة الصوبع اللي هم ال15 سلسلة. وصلنا عند 15 سلسلة، نيجي في النص كده وندخل ونعمل منزلقة فيهم، ونرتفع منهم 5 سلاسل عادي خالص، ونروح على الفراغ اللي بعده اللي عليه الدور. نجيب الفراغ اللي بعده اللي عليه الدور وندخل فيه ونعمل منزلقة. تمام. ونرتفع 5 سلاسل ونقفل بمنزلقة. هنيجي تاني بقى في الاخر عند فتحة الصوبع، هنعمل على الفتحتين اللي فيهم برضو منزلقات. هتفضلي شغالة كده لحد ما توصلي للطول اللي انت عايزاه، براحتك خالص. في ناس بيعملوه طويل لحد الكوع كده، براحتك. انا اكتفيت بكده لحد المعصم بس. هنيجي بعد ما قفلت بمنزلقة هرتفع سلسلة، وهعمل تحت كل فراغ أربع حشو. ماشي، في كل فراغ من الفراغات اللي احنا عملناها دي 4 حشو اهو. اسفة على بقى التصوير، الكاميرا بتتهز. هدخل تحت كل فراغ واعمل كام حشو؟ 4 حشو، عشان زي ما احنا ما بدأنا الجوانتي بحشو، فاكرين؟ لازم ننهيه برضو في الاخر كده بسطر من الحشو. بنعمل تحت كل فراغ 4 حشو. حبايبي، يا رب يكون الفيديو عجبكم. ما تنسونيش بالله عليكم بلايك، ولو مشتركتش في القناه اشتركي وفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد باذن الله.